sont l'ONIEN. قبل البطولة وكنا جاهزين كويس واللعيبة أدت بشكل كويس في ظل منافسات قوية جدا من الجزائر وتونس ومدغشقر، وكان كل اللعيبة في مستوى عالي والحمد لله قدرنا ناخد أول بنات وأول ولاد والتوفيق إن شاء الله. ثم التمرين يعني بنتمرن وربنا يوفقنا ولازم نجتهد عشان نكسب، وأنا كنت بقول كده يعني إن شاء الله هكسب والحمد لله كسبت. لقد نجحت المرحلة الأولى وخاصة حفل الافتتاح، لأن الألعاب راهي في بدايتها، وإن شاء الله العزيمة اللي راك تشوفوها عند كل المنظمين عند الرياضيين تدل أن فيه مؤشرات تاع وبوادر للنجاح إن شاء الله، لكن لازمنا نبقاو واقفين، نبقاو يقظين كما تقولون إنجاح هذه سؤال فيما يخص البلدان الأخرى. بالطبع الجزائر عندها قدرة وقوة فيما يخص التنظيم للألعاب ذات الطابع الأولمبي، وليس هذا بجديد، يعني تاريخيا تقريبا منذ الاستقلال. ما تنسوش باللي في تقريبا في 10 سنوات الأولى بعد الاستقلال نظمنا ألعاب، و13 سنة بعد الاستقلال نظمنا من أحسن الألعاب بحر المتوسط في التاريخ، وكان ذلك بفضل رجال رحمهم الله تحت رئاسة هواري بومدين رحمه الله الذين برهنوا، ولقد تدرسنا عليهم وتعلمنا عليهم، والحمد لله اليوم كان جيل اللي كان قادر وبرهنا. المهم الجزائر في هذه الألعاب تقريبا شيء خارق للعادة، في 5 أشهر نظمت ألعاب ذات طابع أولمبي بتقريبا كامل دول إفريقيا برياضات عدة وبأقل ضرر، لأننا قررنا أن هذه الألعاب ستكون فيها الحوكمة وستكون فيها الشفافية في الجانب المالي، وهذا مهم لأننا نريد أننا نبني كيفية تنظيم ألعاب ذات طابع أولمبي خاصة
في شفافية تامة وباحترام قوانين الحوكمة. الدولة التونسية رضا الغربي، ممرن وطني. جينا إلى الجزائر الشقيقة وبالتخصيص في قسنطينة للمشاركة في البطولة الأفريقية المدرسية، وكان التنظيم رائع والاستقبال حار على جميع الأصعدة، من نقل، من إعاشة، من مرافقة. ونشكر هنا الأمن الوطني الجزائري لأمن جميع الوفود فهمتني بأمان. والتنظيم كان محكم، وهذا مش غريب على إطارات الجزائرية. النتائج الفنية في الأخير هي نتائج فنية تعبر على مستوى لاعبين، لكن كانت فرصة حقيقية للتنافس. المنافسة كانت محكومة من عدد من الحكام، 6 رجال و6 سيدات. تسيير البطولة كان سلس جدا، كان فيه فرصة للجميع في منافسة تنس الطاولة ولعب مزيد من المقابلات، أكثر عدد من المقابلات. ما فماش أدوار إقصائية، خلينا اللاعبين يلعبوا بنظام إلى حدود اليوم الأخير والساعة الأخيرة منافسات، كل اللاعبين يلعبوا وعندهم منافسات، وهي فرصة للتنافس وفرصة للتطور. نشكر عليها الجزائر مرة أخرى، وإن شاء الله في مناسبات قادمة. درقاوي شريف، مدير المنافسة في خلال الألعاب الإفريقية المدرسية قسنطينة 2025. الدورة جرت في ظروف جيدة، كل الإمكانيات كانت متوفرة لنجاح هذه الدورة. بدأت هذه الدورة يوم 27 وتنتهي إن شاء الله يوم 31. الدول المشاركة كانت 15 دولة مشاركة، وكلهم راهم شاهدين بالتنظيم كان جيد من خاصة تقنيا، ولهذا
بتظافر جهود اللجنة المنظمة للاتحادية الجزائرية لكرة الطاولة تنسيقا مع مديرية الشباب لولاية قسنطينة، اللي خلى كل واحد يعمل المهمة تاعو في أحسن الظروف يبذل كل المجهودات لحسن تنظيم هذه الدورة اللي نالت نجاح كبير فنيا وتنظيميا، وهذا كذلك اللي خلى المستوى الفني يكون مرتفع جدا. شكرا.